لكم الله يا أهل فلسطين، شعوب في دعة وأمن، وهذا الشعب تنهشه القروح، تناوشه الطغاة فأين يمضي؟ وهل بعد النزوح ولا النزوح يقارع طغمة الإجرام فردا وتشكو للجروح به الجروح؟ فكم هدم الطغاة هناك بيتا على أنقاضه سقطت طموح، وكم سفكوا دما حرا أبيا فما وهنوا وما وهن الجريح، وكالأشجار تنتصب الضحايا صلابا لا تحركهن ريح. أما سمع الكبار لهم صراخا وما نطق العيي ولا الفصيح، كأن دماءهم ماء كريه وأن وجودهم عرض قبيح. على أي الجنوب سأستريح وهذا الجرح في كبدي يصيح؟ وماذا قد أقول لكم وهذا دم الإسلام وألمي يسيح؟ وماذا قد أقول لكم وهذا نداء الحق في شفتي ذبيح؟ اسمع رعاك الله، اسمع الله، اسمع يا عبد الله. في حين هم في فلسطين يقتلون ويعانون الجوع والفقر والتضييق ونحن عنهم ساهون غافلون، ففي حين تأتينا أخبارهم وأخبار صمودهم وثباتهم، اسمع بعضا من أخبارنا. تقول الأخبار أن الشعب السعودي المحتار أنفق أكثر من 80 مليون ريال دعما لبطلهم في برنامج الخنا والزنا أكاديمي ستار. يا للعار، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وأزيدك من الأشعار. ذكرت صحيفة نيوز اوف ذا وورلد البريطانية هذا الخبر المخزي في عددها الصادر في يوم الأحد الماضي. يقول الخبر أن ثريا سعوديا تحتفظ الجريدة باسمه عرض 1,000,000 جنيه استرليني، أي ما يعادل أكثر من 6 ملايين ريال، على الممثلة البريطانية الهندية الأصل التي أترفع عن ذكر اسمها لطهارة هذا المكان. 6 ملايين ريال مقابل أن تتناول العشاء معه وتقضي سهرة ممتعة في بلد خليجي قريب. قالت الصحيفة أن الملياردير السعودي عرض على الممثلة البريطانية الهندية دعوة خاصة يتكفل هو بكافة نفقاتها للحضور إلى دبي، تبدأ من السفر جوا على مقاعد الدرجة الأولى، وإن شاءت جاء بها بطائرة خاصة، ثم الاستضافة في فندق من فئة 5 نجوم طوال فترة إقامتها هناك. ونسبت الصحيفة إلى مصدر مقرب من الممثلة أن الممثلة رفضت هذا العرض بقولها إنه حقير، ولأنها لم تصدق أن هناك من يدفع كل هذه الأموال مقابل سهرة وعشاء في بلد من البلدان. نعم، سافل وحقير، ولو طلب منه أن يعطي هذا المبلغ أو نصفه لفقراء فلسطين لما أعطاهم. ولك خبر أخير شهده من الله عليه بالتوبة وأنجاه من الضياع بعد أن شهد ذلك المشهد الذي رآه. يقول لي: شهدت منافسة في مرقص الليلي خلف الجسر هناك، تنافس فيه 2 من أغنياء المنطقة على شراء باقات الورود للراقصات والعاهرات. قيمة الباقة الواحدة 1000 ريال، فكانت النتيجة النهائية: اشترى الأول 70 باقة بقيمة 70,000 ريال، واشترى الآخر 50 باقة بقيمة 50,000 ريال. عجيب والله أمرنا، آلاف الريالات على الراقصين والراقصات، فتبا لهؤلاء السفهاء فلقد ألحقوا بنا الذل والعار. أنا من أمة تجتر ذلا فشيمتها المعازف والدفوف، كساها الذل ثوبا بربريا وتبرق في نواظرها الزيوف، تسرح كالشياه بكل أرض وحول حمى مذلتها تطوف، فلا راع صله الفيالق والصفوف. فأين أبو عبيدة لو رآنا لما رقدت بأغماد سيوف؟ وأين مضاء زيد والمثنى؟ وأين صلاحنا البطل الحضيف؟ ترى أين سيف خالد والمثنى وطارق؟ وهل أصبح سيف صلاح الدين نجمة سداسية تعلقها امرأة يهودية على صدرها وهي تصرخ بنشوة وهي تطأ بقدمها قبة الصخرة قائلة: فلتقم يا صلاح الدين إن كنت شجاعا؟ ونحن في خيبتنا نحو أسوار القدس نقتتل، من أي باب سندخل؟ وما هي التنازلات التي سنقدم وتحصل؟ عباد الله، رغم الذل، رغم العار، رغم سيء الأخبار، إلا أن عندي لكم من المبشرات والأخبار ما تسر به نفوس المؤمنين الأخيار. هب الرجال والنساء والشيوخ والأطفال لنجدة أقصانا، فخرجوا وحدانا وزرقاء